اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير إن شاء الله يا رب. ربنا يب كده إن شاء الله، ربنا يكبر بخاطركم جميعا. اللهم آمين يا رب العالمين. النهاردة بقى قلنا هنعمل ايه؟ بصراحة يعني أنا جبت فرد كوارع. احنا كان نفسنا ناكلها في العيد، بس بصراحة في العيد كانت الدنيا زحمة قوي، ويعني ما عرفتش اجيب بصراحه، بس كان نفسي اعملها بصراحه. يعني قلت لهم ايه، خلاص بقى ايه، بعد العيد ان شاء الله. معايا بنتي وابني بيحبوها جدا بصراحه، وباباهم الحمد لله يعني بنحبها كلنا. فجبتها وقلت بقى ايه، خلاص النهارده نعمل عليها كده شويه فتح حلوين كده وخلاص كده. اي اكله، بدل ما احنا كل يوم بنقول ايه ناكل ايه، نصحى الصبح هنعمل اكل ايه، طب هنتغدى ايه، طب هنعمل ايه. هنا بقى حبايبي كنت جبتها، وكان الراجل طبعا الحمد لله يعني بص مقطعها تقطيع حلو ما شاء الله عليها. فقلت ايه بقى، اغسلها بايه، حطيت عليها كام حبة دقيق كده، كام معلقة دقيق، وحطيت عليهم ايه معلقتين طحينة بصراحة. وبعد كده عصرت عليهم عصرة اللي كان ما فيش عندي ليمون بصراحة، ورحت ايه، كان نص ليمونة متهيألي اللي عندي. وهسيبها بقى ايه بعد ما دعكتها كويس بالدقيق والطحينة كده. فهسيبها شوية شوية كده، قصدي يعني ايه في المية مع الطحينة والدقيق، تتنقع شوية مع عصرة ليمونة. وادي هو يا حبايبي زي ما انتم شايفين بصراحة الطحينة والدقيق بيمشوا الزفارة. الطحينة بالذات بصراحة لما بعملها في الفراخ وكده بتمشي الزفارة منها. يعني الخل بيثبت. انا ما بحطش خل خالص بصراحة في اي حاجة بغسلها، انا كنت بحطه الاول، بس من ساعة ما لقيته بيثبت الزفارة زي ما هي، بيخليها زي ما هي يعني، فبطلته بصراحة يعني. زي ما انتوا شايفين اهو، انا هسيبها شويه كده يعني ايه، وبرضو بدعك فيها يعني ايدي فيها ما سبتهاش برضو، علشان لو فيها اي حاجه. هي بصراحه كانت جايه قشطه 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 بصراحه، نظيفه خالص يعني، غير زحمه العيد بقى. كانت في العيد بصراحه بتبقى الحاجه ايه يعني، ما كانتش حتى كنت يعني دي كانت في العيد، قصدي كانت غاليه جدا، لكن دلوقتي بتلاقيها مريحه شويه يعني وكده. هنا كنت غليت الميه، انا بحب اغلي الحاجه يعني، اللي عندي الحله دي بسلق فيها اي حاجه. انا دلوقتي هديها غلوه وغلوتين بس كده، واروح ايه مطلعاها من الميه دي، وشطفاها تاني، وحطها في ميه نظيفه جديده تاني، ماشي، علشان الشوائب اللي فيها تطلع حاجات كده مش حلوه بصراحه عايزه تتاكل صح. هي الطريقه دي بصراحه انا بعملها يعني، ومعتمده عليها بقالي كتير. غلوه واحده كده بس، واروح شايلاها على طول واحطها تحت الحنفيه. ايه اغسلها برضو ايه غسله نظيفه كده اهو، حطيتهم كلهم. والحوض ده نظيف طبعا، ما بعملش فيه اي حاجه، بغسل فيه خضار وبعمل فيه كل حاجه. حوض المطبخ ممنوعا منعا باتا اي حد من اولادي يدخل يعني يعمل فيه اي حاجه، يعني يغسل ايه، يغسل ايده، يعمل اي حاجه، ممكن يغسل فاكهه، يغسل اي حاجه، لكن اي حاجه تانية لا، ممنوع. عشان انا معرفاهم ان انا بنغسل فيه الخضار، بنغسل فيه الفاكهه، ونحط فيه الحاجه زي كده. بس يا حبايبي، وبالله عليكم بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك، بالله عليكم يا حبايبي، عشان القناة بس ايه تكبر شوية يعني كده، وربنا يكرمنا ان شاء الله يا رب. هذه كده بغسلها اهي، بصراحة شكلها مغري يعني، جميلة جميلة، احنا بنحبها قوي. علشان كده كنت قلت لها والله يا غالية لا اجيبك ما جبتكش في العيد. في العيد الكبير هجيبك ان شاء الله. والحمد لله والشكر لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الحمد لله والشكر لله. زي ما انتوا شايفين غسلتها غسلة حلوة. بس كده اهي. واللي كنت حطيت المية غليت برضو التانية اهي. هنحط فيها ايه ان شاء الله، يعني هنحط بقى هي بصلتين كده حلوين قطعتهم، وقطيتين كبار كده مقطعاهم، وورق لورا، والحبهان كان خلاص بعافية يعني، خلاص خلص من عندي، اللي كنت جايباه في رمضان. يعني كان 3 وحدات او 4 وحدات اللي باقيين اهم، زي ما انتوا شايفين. هوب وقعوا مني، بس وقعوا وقعوا هنا يعني، موقعوش بعيد. بس كده هنحط بقى ايه، خلاص كده هي بقى نطفت، والشوربه بتاعتها هتبقى زي القشطه. قلنا نعمل عليها ايه حبه فته. وكان عندي ايه تاني بقى، كان عندي شوربه بتاعت لحمه،
فانا قلت ايه بقى، جوزي قال لي انا هتعملي فته ماشي، انا بقى بيحب الفته وكل حاجه يعني بس عايز برضو ايه يغمس، هو دايما جوزي بيحب يعني يغمس طبيخه كده. فاعمل شويه ويكه، ويكه الفركه كده كلنا عارفينها يعني. وعملت حبه الويكه يعني، وعملت الفته جنبيها وكده الحمد لله يعني. واتغدينا والحمد لله. ادي هنعمل هي كانت بتغلي، شايفين؟ شايفين الشوربه بتاعتها ازاي؟ علشان طبعا انا ايه، مفيش شوائب، مفيش الشوائب اللي بتطلع على الجناب بتاعت الحله دي. لا، طالما اتسلقت الاول يعني غلوه واحده او غلوتين كده، ورحت طافيه عليهم مطلعاها ودلقه الميه وحطيت ميه جديده، مش هتعمل معاكي شوائب ولا اي حاجه وحشه باذن الله، باذن الرحمن. الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما تنسوش يا حبايبي بالله عليكم دعاء اهل غزه، بالله عليكم يا حبايبي، ربنا ينصرهم يا رب ان شاء الله باذن الله يا رب، نصرا يتعجب له اهل السماء والارض، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى حبيبي كنت ايه، ده زيت زيتون. ده كنت جيراني هنا جنبي يعني بيروحوا الواحات وكده، البلد بتاعتهم في الواحات، فبيقولوا يعني الزيت بتاعها انا بيجيبوا لي كل سنه جيركنين من دول كده، هم بيكفونيش بس هو بجيبهم يعني ايه، بيقضوا الغرض معايا. بس انا بحطه لشعري، انا جايباه يعني مخصوص عشان خاطر شعري بيسقط. فانا بعمل له خلطه كده كنت جايباها من على النت، زيت زيتون على معلقتين بن، على هقول لكم عليها بعدين يعني، بصراحه ناسيه دلوقتي، بس انا كاتبه الطريقه بتاعتها يعني. معلقتين بن، ومعلقتين حبه البركه كبار، وخمس ست عيدان قرنفل. فبحطهم على النار ويا دوبك بسخنهم تسخينه كده، مقلباها قلبتين واروح شايله بسرعه، فبردها واروح مصفيهم بالمصفى وادهن شعري بالزيت عادي. بس بصراحه شعري كان بيسقط، وكنت بص يعني بلفت على دكاتره كتير، بس الحمد لله الوصفه دي بتخليه يبطل صوت يعني الحمد لله. هنا كنت التوم، حطيت معلقتين توم كبار عشان هنعمل ايه الصلصه بتاعت الفته يا حبايبي. لا اله الا الله محمد رسول الله. الجو حر، الجو حر أوي يا حبايبي والله. بص الواحد بيخلص حبه الاكل ويطلع جري من المطبخ، بس الحمد لله ان الواحد ايه يعني الحاجه بتبقى القوطه موجوده كانت عندي، والثوم طبعا، الثوم ده برضو راحه كبيره جدا، اللي بنعمله بصراحه بشيله يعني في الفريزر وكده، بيريحني بصراحه، مش لسه هقشر واعمل لا، بس ده بيبقى حلو بصراحه. ادي الثوم يا دوبك هتصفر كده، وهنحط عليها القوطه. يا رب يا كريم يا رب. الخلاط بتاعي بعافيه شويه، مهما اضرب فيه معرفش فيه السكينه بتاعته تلمت ولا ايه، ما بيعملش القوطه كويس، في حتتين وقعوا طلعوا. بعد كده خلاص خلصنا القوطه وبنسلق الكوارع زي ما انتم شايفين. وادي الويكه بتاعتنا، ده نص كيلو من الويكه. وادي الرز اهو، هغسل الرز برضو، انا بعمل الويكه هعمل قصادها الرز على العين التانية يعني وكده، بس قلت ايه هحط اسبك القوطه الاول واخلصها. على بال ما طلعت بره عملت شويه حاجات يعني وكده، روقت شويه، روقت الصاله وروقت الاوض، قلت تكون ايه الكوارع ايه استوت يعني وكده. كنت صاحي بدري شويه في اليوم ده، عشان كده عملت الرز وركنته، وعملت القوطه والويكه برضو. الرز ابيض اهو، انا زي ما انتوا عارفين انا بحب اقلبه الاول ابيض يعني، الابيض في ناس بتطش على طول عليه الميه وما تحط، لا لازم يتقلب، لازم يتلف لفتين كده في السمنه ومع الزيت كده علشان ايه ما يعجنش. خليت الويكه بقى ايه في الاخر خالص، بعد ما طلعت روقت وعملت الحاجه اللي بره اهي، خلاص كده هتستوي اهي. زودتها حبه ميه، والرز استوى والقوطه خلاص اتسبك، مش باقي معانا ايه غير ايه الويكه اهي. لا اله الا الله محمد رسول الله. الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم لك الحمد والشكر. خلاص خلصنا الفتة اهي، وعملنا الكوارع بتاعتنا، بس نسيت حاجة بقى، نسيت ما نستغرف الويك ما افتكرتهاش غير بعد ما صورت
هذا الزيتون بتاعي ده بصراحة، بصوا الطريقة اللي بعملها بتخليه يعني ما بيتهريش، يعني بصراحة تحفة، بيطلع مظبوط الحمد لله. وادي يا حبيبي الاكل بتاعنا النهارده، اتفضلوا معانا. وما تنسونيش بالله عليكم باللايك والاشتراك، بالله عليكم يا حبايبي لو وصلتوا لغايه هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك. وطلعنا برضو شوربه، وابني بس قال لي اعملي لي رز يا ماما حطي عليه قوطه. واشوف وشكم على خير يا حبايبي.